من الفوارق كذلك التوراة والإنجيل، فكلاهما كتاب سماوي، إلا أن التوراة فيما يظهر أكثر تشريعا وظهورا من الإنجيل. الإنجيل أنزل على عيسى بن مريم، والتوراة أنزلت على موسى، ولهذا سمي أهل الكتابين قبلنا بأهل الكتابين، لأن اليهود كتابهم التوراة، والنصارى كتابهم الإنجيل. لكن الإنجيل لا يعد ناسخا للتوراة، ولا التوراة تحكم الإنجيل، في حين أن القرآن يحكم التوراة ويحكم الإنجيل. قال الله ومهيمنا عليه، أي على كل كتاب قبله. وجاء في التوراة وفي الإنجيل أوصاف نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبعض أوصاف أصحابه، كما قال ربنا جل وعلا: محمد رسول الله، ثم ذكر شيئا من أوصاف أصحابه وقال: ذلك مثلهم في التوراة، ثم ذكر مثلهم في الإنجيل وقال: ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه. فهما كتابان سماويان اقترن الحديث عنهما كثيرا، بخلاف الحديث عن الزبور، وهو كتاب أنزل على داود عليه السلام، إلا أنه لم يذكر في القرآن مقترنا بهما كثيرا، وإنما أكثر القرآن على تنزل التوراة والإنجيل. وبعض أهل العلم يقول إن التوراة نزلت مكتوبة، ويحتج بقول الله جل وعلا: وكتبنا له في الألواح والعلم عند الله.